الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الخامس، معلش جاي دور برد وحاجات تانية كده في النص، فايه الواحد اتأخر على الفيديوهات. ان شاء الله هحاول ان انا ابقى بنزل فيديوهات اسرع من كده. المهم الفيديو الخامس، ازاي ما تتوهش في المانيا. انا دلوقتي هعتبرك انا اللي لسه واصل المانيا، وهحاول ان انا ابسط لك الدنيا وارستق لك الدنيا على قد ما اقدر في الفيديو ده والفيديوهات اللي جايه كلها، لحد ما بجد كله يبقى تمام. فقبل ما ابتدي في ازاي ما تتوهش في المانيا واشرح المواصلات، الفيديوهات دي هتبقى دسمه شويه، فهقسمها اجزاء، يعني القطارات والباصات الترامات كده. تمام. فاللي انا عايز اقوله، اول حاجه قبل ما ابتدي اخش ازاي ما تتوهش والموضوع بيشتغل ازاي، هحكي قصه سريعه كده لاول يومين ليا في المانيا. وانا كنت مع واحد صاحبي، كان في واحد صاحبي جابني المطار وكل حاجه، كان قاعد بقاله في المانيا قبلي مثلا 6 شهور او حاجه زي كده. فالمهم صاحبي ده كتر خيره، في الاخر لما قال لي روح بقى بيتك او انا هروح المكان اللي انا كنت ساكن فيه، قال لي هتركب باص رقم 1 مثلا، تنزل عند المحطه الفلانيه، وبعد المحطه الفلانيه هتركب رقم 2، وبعد كده توصل بيتك. تمام. رحت وركبت الباص اللي هو قال لي عليه، ونزلت المحطه اللي قال لي عليها، وبعد نص ساعه كده ولا حاجه رجعت تحت باب بيته، افتح يا عمده انا تحت. فقال لي ايه اللي جابك تاني، ايه اللي حصل؟ فاللي حكيته له يعني ان انا نزلت وخدت نفس الباص ورجعت تاني عادي جدا، ولا كأن في ساعة راحت من عمري. فده كان اول درس اتعلمته، ان هو انا المواصلات هنا مش عبارة بس عن رقم أو اسم. المواصلات عبارة عن مثلا رقم واسم واتجاه. مثلا في مصر في القاهرة كنت تركب 25 في أي حتة يوديك أي حتة، أو مثلا تسأل الراجل يقولك عدي الناحية التانية فتعرف على طول. لكن هنا مش بيبقى دايما في حد تسأله، ولو هتسأل السواق مثلا وبتاع وكلام من ده. طيب، أول حاجة هقولها، عشان بقى ما يحصلش التوهان ده كله وتتلخبطه دي وتضيع عليك مواصلات، او لو شاري تذكره بفلوس والكلام ده ما يحصلكش المواقف دي. فاول حاجه اقولها ايه، ان المواصلات هنا ليها انواع ايه، انواع ان انت عندك قطر عادي، وعندك باص، وعندك ترام، اللي هو الترام العادي اللي هو الاس بان بان، وعندك الاو بان اللي هو المترو. تمام. دول الاربع انواع اللي هتلاقيهم. عشان نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم من الصفر خالص، اللي هو الواحد ما يعرفش اي حاجه، فزي ما بقول لك دول. وازاي بقى بدور على المواصلات، يعني ازاي اروح من النقطه الف للنقطه ب. عندك برامج، ممكن تستخدم برامج. في برنامج اسمه الدي بي، ده البرنامج بتاع الشركه الرئيسيه للقطارات في المانيا اللي هي دويتشه بان. تمام. وعندك ممكن تستخدم برضو جوجل مابس. انا بحب ان انا استخدم كذا برنامج لو عايز فعلا اتاكد ان انا الطريق اللي انا رايحه صح، او ان المواصله دي مش هتضيع عليا لو فعلا ورايا ميعاد مهم ما ينفعش اتاخر. والحاجه التانية ان ساعات في ابلكيشنز بتخرف. الحاجه التالتة ان في كل ولايه برنامج. يعني مثلا انا كنت قاعد في هاسن، فكانت هاسن في حاجه اسمها ار ام فاو. لما تيجي مثلا بعد فوتنبرج تحت شويه اللي هي شتوتجارت وهايدلبرج وفرايبورج وكده، عندهم حاجه اسمها بيفيكت، اللي هو بي في وويكت، يعني بيفيكت يعني بيحرك يعني. مثلا برلين اسمها بي فاو جي او فاو بي بي، اللي هو برلين براندنبورج وفاكيا. عاده الموضوع بيبقى معناه اللي هو فاكيا جيمايند او فاكياز اوردنج او حاجه زي كده يعني. تمام. فانت بتنزل البرامج دي، والبرامج دي بتقول لهم مثلا انا العنوان بتاعي كذا، او المحطه اللي انا واقف فيها كذا، او اللوكيشن بتاعي يعني، وانا عايز اروح للمكان الفلاني بالموقع بتاعه، وهو بيقول لك انت هتركب ايه. بس الواحد لما يقول لك هتركب ايه بيبقى في الاول كده الموضوع مش واضح. يعني القصة طويلة، بس هي بسيطة لما الواحد يفهم بس الاساسيات التكات بتاعتها، وخلاص هتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل جدا. مش هتتوه. فعلا لو عرفت كل التكات دي فعلا مش هتوه، ولما انت بتتاكد في كل مره ان انت مفيش تفصيله وقعت منك. تمام. فالبرامج اللي هي اللي بستخدمها يعني الدي بي او الجوجل مابس. جوجل مابس في اغلب الاوقات هيوديك في كل حته من غير ما تنزل اي برنامج، بس ساعات بيبقى بيخرف، فانا بس عشان اتاكد ان الكلام صح. وبرامج كل ولايه، لان كل ولايه ادرى بنفسها. يعني مثلا الدي بي الابلكيشن بتاع الدي بي ده لكل حته، بتستخدمه في كل حته. بس مثلا لو في اجازه في ولايه مش في ولايه تانية، او في حاجه حصلت بسبب مثلا موقع بناء او ايا كان، ففي تحويله حصلت، مش شرط تبقى في الدي بي او مش شرط تبقى في جوجل مابس، مش شرط يعني، عاده ممكن يطلع لك بس مش شرط. عشان كده ايه بحب اتاكد يعني. ومش هيخسرك حاجه اللي هو ان انت تدبل تشيك يعني. تمام. طيب، احنا هبتدي اول حاجه بقى ايه في بالقطارات. يعني عندنا ان شاء الله هعمل فيديو عن القطارات دلوقتي، هتكلم عن القطارات ازاي السيستم بتاعها ماشي، الباصات السيستم بتاعها ازاي ماشي، والترام والمترو السيستم بتاعهم ازاي ماشي. احاول ان هم برضو يبقى زي ما قلت ايه ترانشات فيديوهات قصيره على قد ما اقدر ان شاء الله. تمام. القطارات اول حاجه عايز ابتدي بيها، ان القطارات في منها انواع. في حاجات تبع الدي بي، والحاجات من شركات تانية لو مثلا فليكس ترين او ايا كان. خلينا نركز على الدي بي لان ده اللي انت هتبقى بتركبه في طول الاوقات. عندك حاجه اسمها اير بي، ريجيونال بان. حاجه اسمها اير اي اللي هو ريجيونال اكسبريس. عندك حاجه اسمها الاي سي اللي هو انتر سيتي
انترسيتي وانترسيتي اكسبرس اي سي اي. تمام، دول الاربع انواع من القطارات. الاي سي والاي سي اي دول اللي هم بيبقوا قطارات بيضة وفيهم شريطه حمراء، ده المعروف عنهم. دي القطارات السريعه اللي بتروح من مدينه لمدينه، مدينه كبيره لمدينه كبيره بسرعه، وما بتقفش غير مثلا محطتين في النص. بيبقوا اغلى وبيبقوا اسرع، بس يعني عشان هم اسرع وما بيقفوش محطات كتير بيبقوا اغلى، واللي هو حاجه يعني ايه فانسي شويه. الاير بي والاير اي ده اللي هو العادي الواحد بيركبه، دي القطارات اللي في العادي احنا بنركبها، وبتبقى تبع مثلا التيكت بتاع التيكت اهو اللي ورايا ده مثلا اي سي اي، مكتوب عليه اي سي اي ابيض وفي شريطه حمراء في النص، هو ده اللي بيبقى سريع وغالي. تمام. التيكت بتاع الكارت بتاع الجامعه مثلا لو جاي مع الجامعه، او حاجه اسمها لاندس تيكت لو جاي مع عقد عمل مثلا، عاده بيدوك لاندس تيكت، حاجه تركب بيها مواصلات على حسب الشركات من شركه لشركه، يعني لو هي حكومه بيدوك لاندس تيكت، لو مش حكومه ما اعرفش بصراحه. فدول اللي انت تقدر تركب معاهم، مش دول الاير بي والاير اي اللي هم بيبقوا القطارات الحمراء. تمام. الاير اي برضو تفصيله صغيره، الاير اي اللي هو ريجيونال اكسبرس اسرع من الاير بي، لان الاير اي بيقف عند محطات اقل. بص، كل ما تقف عند محطات اقل في النص من بين المدينه رقم 1 والمدينه رقم 2، ده معناه ان انت هتوصل اسرع ببساطه شديده. الاير بي بيقف عند كل محطه صغيره، يعني ممكن تبقى في نفس المدينه تلاقيك بتقف في نفس المدينه عند كذا محطه، بسبب ان هو اير بي مش بيروح على طول، يعني عشان كده ايه بيطول شويه في الطريق. ممكن تاخد من مدينه لمدينه في ربع ساعه باير اي، وتاخدها في نص ساعه باير بي مثلا يعني. تمام. طيب في فيديو ممكن ابقى اتكلم برضو فيه عن الاشتراكات، ممكن يبقى الفيديو اللي فيه الترام والبتاع والمترو، لان غالبا هتبقى خلاص فهمت السيستم. اتكلمت مره عن القطارات والباصات، فهتبقى ممكن اتكلم شويه عن الاشتراكات، لان في عندك مثلا دويتشلاند تيكت، او التيكت اللي بيبقى 5 اشخاص في نفس الوقت، او تاجس كارت اللي هو مثلا تبقى لمده يوم بتتنقل براحتك كده يعني، او في اشتراكات مثلا تانية. فممكن نبقى احنا نتكلم في الموضوع ده، موضوع الاشتراكات، في فيديو تاني. طيب، اول حاجه عايز اقول لك ان انت دلوقتي لو انا لسه واصل المطار، عايز ان انا ابقى هادي، يعني عايز كده اللي هو واحده واحده اشوف طريقي. ليه؟ لان انت لو اتسربعت اللي هو ايه ده، في قطر قدامي، هركب ده ولا مش هركب ده، ممكن تركب في اتجاه غلط يضيع لك وقتك، ويبقى اللي مثلا اللي انت كنت المفروض تركبه بعدها بدقيقتين او 3 كنت ممكن تلحقه، بس لو ان انت اتسربعت ولو ان انت اتوترت مثلا من الكلام ده، الدنيا باظت لك. فمفيش داعي ان انت تتسربع، يعني كل اللي انت محتاج تعمله ان انت خد نفس، بص على الابلكيشن، بص على الشاشات، الساعه كام، الاتجاه، الرقم، كل الحاجات دي. انت عندك رقم، يعني هو مكتوب اير اي مثلا، واير اي 30، ده معناه ان هو اسمه هو اير اي ريجيونال اكسبرس 30، رقمه 30، واتجاهه هل هو رايح كاسل ولا رايح فرانكفورت، يعني ممكن يبقى رايح الاتجاه ده او الاتجاه ده. فانت لو ركبت الاتجاه المعاكس انت ضيعت وقت. فاهم حاجه فعلا ان انت تفضل هادي وتشوف كده انت عايز تروح فين الاول، عشان لسه هيجي قطارات. يعني انت لو وسط اليوم ما تخافش، مش هتتاخر على حاجه، لو في اخر اليوم ممكن تبتدي تخطط يعني. طيب انا دلوقتي مثلا لسه واصل مطار فرانكفورت، لو انت واصل المطار ده معناه ان انت في مدينه كبيره، ان شاء الله هتلاقي قطارات وحاجات كتير كل شويه بتيجي يعني، فان شاء الله مش هيحصل لك حاجه. لو عايز اروح بقى مدينه مثلا زي جيسن، انت اول حاجه هتقابلك غالبا مش هتبقى قطر، هتبقى يعني مترو، غالبا هيبقى مترو. لو انت نازل من المطار غالبا هيبقى مترو، مش هيبقى مثلا قطر بيوديك على طول على مثلا المكان اللي انت عايز تروحه، هتحتاج تركب مترو يوديك الهاوب بانهوف. البانهوف عموما اللي هي محطة القطر، اللي هو لو ما تعرفش بالالماني الهاوب بانهوف او البانهوف اللي هو محطة القطر، فبرضه لازم الكلمات دي تبقى عارفها، والحاجات دي تبقى بالنسبة لك مهمة ان انت تبقى عارف شوية مصطلحات بالالماني للباص، الترام، القطر، اتجاه كذا، يعني ايه اتجاه غيشتونج، مش عارف ايه جلايس، يعني رصيف، الحاجات دي. تمام. ايه تاني عايز اقوله لك؟ عايز اقول لك برضو، انا هوريكم دلوقتي الشاشات عامله ازاي والكلام من ده، بس لما انا دلوقتي على الرصيف، الصوت بتاع الراجل اللي احنا لسه سامعينه ده، دي اسمها انزعجه. هو بيقول لك مثلا ان انا دلوقتي القطر رقم كذا رايح اتجاه كذا، يقول لك اسمه واتجاهه والرصيف اللي هو يتحرك منه. والانزعجه دي مهمه ان انت تسمعها برضو، لان ساعات بيبقى فيه تاخير، ممكن القطر يتلغي، ممكن القطر يتاخر، ممكن يتحول لرصيف تاني، فتفضل واقف هنا انت مستني وما تعرفش مثلا هو اتاخر او هتحرك الرصيف اللي بعده. تمام. فلازم الحاجات دي تاخد بالك منها. ايه تاني بقى؟ اهو مثلا جاي دلوقتي قطر، هتلاقي مكتوب في وشه ان هو رقمه كام وراح في انهي اتجاه، وهيبقى مكتوب على الجنب اهو ار بي 17 ريجنسبورغ هاوبانهوف، هو ده الاتجاه اللي هو هيروحه، ده بيوريك ان هو خلاص وصل هنا، يعني انا مثلا وصلت ريجنسبورغ، هو ده اخره. تمام. فدي الحاجه اللي انت بتعرف منها. بعد الانزعاجه دي، الراجل اللي بيتكلم في الميكروفون، في شاشات،
الشاشات بيبقى برضو مكتوب عليها اول لما ده بيتكلم الشاشات بيتعمل لها ابديت، بتتحدث، وبعد كده بيتكتب لك مثلا في تاخير 5 دقائق، في تاخير 10 دقائق. المانيا مشهوره بالتاخير بصراحه، الدي بي مشهور بالتاخير بتاعه، ان هو مثلا ممكن يتاخر يتلغي بتاع. دي حاجه ممكن تحصل وارده جدا. مش معنى ان هي المانيا النظام والوقت وبتاع ان انت القطر دايما هيبقى في ميعاده، هم بيحاولوا، ولكن في تاخيرات بتحصل طول الوقت. فدي حاجه لازم برضو تاخد بالك منها، ان ممكن القطر يتاخر او يتلغي. فمثلا ما تدورش على كونكشن، يعني توصيله معينه قطر واحد وبعدين 5 دقايق والقطر التاني هركبه. ادي لنفسك شويه وقت بين القطورات. ليه؟ لان ده ممكن يتاخر 15 دقايق وده ممكن يتاخر 15 دقايق. فما تزنقش نفسك في اخر دقيقه، لان القطورات ممكن تتاخر وفي احتماليه عاليه. يعني مش مثلا 1 من المليون اللي هو اتاخرت يبقى حظي وحش، لا، هو في احتماليه موجوده 50-50 صراحه، ان ممكن القطر يتاخر 5 دقايق 10 دقايق. فما تحسبش بالخمس دقايق 10 دقايق دي لو هو مثلا اخر قطر قبل ما تروح بالليل، ولو خدت اخر قطر ده وبقيت في نص الطريق هتتحشر مثلا. فلا، ادي نفسك وقت، يعني خد القطر اللي قبله، لان لو اتاخر يبقى لسه في واحد كمان يلحقك. فاهم قصدي؟ فمش بس ان انت مثلا تتوه، لا، انت لو تهت او خلاص تضيع في الشارع مثلا لمجرد ان انت تستنى 4-5 ساعات بقى لحد الفجر لحد القطر اللي بعده، لان حصل تاخير. فلازم تاخد بالك من قصه التاخيرات دي. تمام. طيب في ايه تاني يا سيدي عايز اقول لك عليه؟ عايز اقول لك عن القطورات اللي بتتفصل. دلوقتي ممكن تلاقي قطرين في نفس مربوطين ببعض، مثلا 99 و98. القطرين دول بيمشوا سوا لحد مدينه معينه وبيتفصلوا في المدينه دي، وبعد كده واحد بيخش يمين واحد بيخش شمال. فمثلا هديك مثلا في ار اي اسمه ار اي 99 و 98. 98 بيروح في اتجاه كاسل و99 بيروح في اتجاه زيجل. فانت لما بتبص على الابلكيشن بتاعك، بتبص على الدي بي او جوجل مابس او كده، لازم تشوف هم هيتفصلوا فين. فلنقل مثلا انا عايز اروح مدينه اسمها جيسن. جيسن دي القطر لحد ما يوصل هناك الاثنين مش بيتفصلوا، فمش هيفرق انا ركبت قدام في القطر في المقطوره اللي قدام ولا في المقطوره اللي ورا، لان كده كده مش هيتفصلوا غير لما اوصل المدينه اللي انا عايزها. طيب افرض ان انا عايز اروح ماربورج، مدينه بعدها شويه، ساعتها انت لازم تاخد بالك القطر اللي قدام ده 99 رايح زيجن مثلا، المدينه اللي هتعدي على ماربورج، ولا رايح كاسل في المدينه اللي مش هتعدي على ماربورج، هي العكس. كاسل بتعدي على ماربورج والزيجن مش بتعدي على ماربورج، بس بغض النظر. تمام. فساعتها لازم تعرف انا دلوقتي، لان انت ممكن تركب قطر بيتفصل وتلاقي نفسك طب ما انا كنت راكب القطر الصح، ايه ليه رحت المدينه الغلط؟ لان انت ركبت القطر الصح وبعدين القطر اتفصل وراح في اتجاه تاني. فلازم تخلي بالك برضو ان هو لو قطرين رقمين مختلفين مع بعض وبتبقى موجوده على الشاشه ان هو 98 سلاش شرطه كده 99، ده معناها ان القطر بيتفصل. وده معناه ان انت لازم تبص في انهي مقطوره انت بتركب قبل ما تركب، عشان تبقى عارف انت هتنزل المدينه اللي انت عايزها ولا لا. ففي جميع الاحوال اهم حاجه تعملها ان انت تبص على الابلكيشن، انا بيقول لي رقم القطر ايه، اتجاه القطر ايه، الريشتونج بتاعته ريشتونج كاسل، ريشتونج زيجن، ريشتونج فرانكفورت، ايا كان. تمام. والرقم بتاعه والميعاد بتاعه اللي هيمشي منه. لما تبص على ده وتوصل للرصيف تقول تمام، الابلكيشن بيقول لي رصيف 15، انا واقف على 15. رصيف بيقول لي 15 في مثلا 95 او ب او تسي عند الف او ب او س مثلا او د. تمام. انا واقف مكان ما هو قال لي اقف. تمام. او هتشوفه كده كده وهو جاي. تمام. انا واقف هناك والرقم صح والاتجاه صح، وبرضو الراجل بيقول لك ان الاتجاه اللي انا رايحه ده صح، وتوقيت والشاشه بتقول لي ان الكلام اللي انا شايفه في البرنامج هو اللي انا هركبه. فانا كده ابقى مطمن ان انا راكب صح. تمام. فانت دلوقتي عندك الانزعج دي الراجل بيتكلم، والشاشه لو الشاشه مكتوب عليها حاجه والابلكيشن مكتوب عليها حاجه مختلفه، اسمع كلام الشاشه صح والابلكيشن ممكن يبقى غلطان عادي جدا. لو انت مثلا في جدول، لان بيبقى في جداول هبقى اوريكم ازاي ممكن واحد يقراها بعدين في الفيديو الجاي ان شاء الله. لو في جدول والابلكيشن مكتوب عليه ان هو مثلا يتاخر 5 دقائق، طبعا الجدول مش هيجي له تحديث بالنت، لكن الابلكيشن بيجي له تحديث بالنت. فعشان كده لو الابلكيشن مكتوب عليه ان فيه تاخير 5 دقائق، احسب بتاخير 5 دقائق. لو الشاشه مكتوب عليها 5 دقائق والموبايل لا، فخلي بالك ان هو هيتاخر فعلا لحد ما تبان على الشاشه يعني. تمام. طيب ايه الحاجه التانية؟ الحاجه اللي بعدها ان انت مثلا خلاص انت اتاكدت من كل حاجه، بس في حاجه مش مريحاك او حاجه مش متاكد منها مثلا، اسال. عشان كده برضو الواحد محتاج ان هو يبقى عنده على الاقل بيسكس في الالماني او الانجليزي، ان هو يسال حد من اللي واقف، او ان انت مثلا لما توصل محطه القطر في المحطات الكبيره بيبقى حاجه اسمها دي بي سيرفيس. فدول بيبقوا كاستمر سيرفيس كده، ممكن تسالهم يا جماعه القطر الفلاني جاي امتى، رايح منين، مش عارف ايه الكلام ده. وهم عاده بيكونوا بيتكلموا برضو انجليزي ان كيس ان انت تهت، او لو موبايلك فصل. لو موبايلك فاصل هتروح لأقرب محطة قطر، او هتسأل الناس فين اقرب محطة قطر. او لما توصل هناك بيبقى في شاشات كبيرة، هحاول برضو ان انا اصورها وانا بتحرك كده. الشاشات دي بيبقى مكتوب عليها كده ايه، اقرب قطر هيروح انهي مدينة من انهي رصيف الساعة كام، 1 2 3 بالترتيب كده زي المطار. تمام. اللي هو مثلا واحد كمان 10 دقايق، واحد كمان تلت ساعة، الساعة 10:30، الساعة 11 كده يعني. تمام.
كده احنا اتكلمنا. لما الراجل يبقى بيتكلم بيقول لك فازش باي ذا اينفارت، ان انت تخلي بالك كده القطر جاي، انت كده تطمن. لو سمعت كلمه فازش تعرف ان القطر جاي. لو في فيلت اوس يبقى القطر مش جاي. لو في فاشبيتونج يعني تاخير. لو في جلايس اندرونج يعني الرصيف هيتغير. او هو بيقول لك مثلا هويته فون جلايس 6 وانت واقف عند 5 كان مكتوب 5 وقال لك 6 يبقى هتروح 6. هو النهارده اتغير بقى 6. تمام. اول لما تنزل بقى في تحويله، مثلا انا عايز احول تحويله، مكتوب برضو على الابليكيشن ان انت مثلا هتنزل عند رصيف 5. يعني هو بيبتدي بيقول لك رصيف، هتركب من رصيف 5 هتوصل مثلا عند رصيف 6 في المحطه اللي انت هتنقل فيها، وبعد كده هتركب من رصيف 7. هتلاقي كل الناس اول لما تنزل بتجري لو في وقت قصير بين مثلا المحطات وكده. انت بقى عايز تعمل ايه في الموقف ده؟ لو انت مثلا في تحويله مثلا بينك 5 دقايق او 10 دقايق بين التحويله والتانيه، هتلاقي الناس بتنزل بتروح على السلالم. اول حاجه انت بتنزل عند المحطه بتلاقي الناس بتروح في اتجاه، امشي مع الناس. الناس كده كده يعني لما تبقى في حته عموما شوف الناس رايحه فين، وفي احتماليه كبيره ان حد من الناس دي رايح في نفس الاتجاه اللي انت رايحه. تمام. الناس اول لما بتنزل بتروح على السلالم، لان هو في اغلب الاوقات لو هتغير الرصيف محتاج تنزل السلالم تحت في النفق وتشوف انت هتروح انهي رصيف. مثلا عايز اغير بقى من 3 ل5 ل6 ل7 ل8 ايا كان، فاول حاجه الناس بتروحها هي السلالم. لو معاك شنط تقيله مش هتقدر تشيلها او معاك عجله مثلا او ايا كان، في اغلب المحطات بيبقى برضو في اسانسير ورا السلالم على طول او جنب السلالم. فاول حاجه بص على السلالم او بص على الاسانسير هتشوف هم فين قريبين من بعض. السلالم بتبقى جنب الاسانسير على طول. فزي ما بقول لك اول لما تنزل لقيت الناس ماشيه يمين لان هم عارفين الطريق، امشي وراهم يمين هتلاقي نفسك وصلت عند السلالم. تمام. ايه حاجه كمان عايز اقولها لك، الشفاعتسفارن ان انت تركب من غير ما يبقى معاك تذكره. لو ركبت من غير معاك تذكره وحد جه يبص على التذاكر، مش دايما بيبقى في ناس بتبص على التذاكر، يعني ممكن تمشي يوم يومين اسبوع ما تشوفهمش. ولكن لو في حد جه يتاكد وانت معاكش تذكره هيقول لك ادفع 60 يورو. طيب ايه اللي ممكن اعمله؟ طب لو انا طالب او مش بتاع ايا كان، هتقول له والله انا دلوقتي طالب، وتحاول مثلا تنزل القيد، يبقى عندك القيد بتاعك على الموبايل، او تخش على موقع الجامعه بتاعتك الاي كامبوس او ايا كان، وتعمل داونلود للستوديوم بشاينيجونج او الستادي سيرتيفيكت، القيد بتاع الدراسه بتاعتك، توريه له. في ناس بتبقى لذيذه بتعديها بتقول له انا طالب اهو والله بس انا نسيت الكارت بتاعي. فبرضه في المواقف دي محتاج ان انت تكون بتعرف تتكلم شويه. فممكن يعديها لك يقول لك خلاص ماشي اتس اوكي طالما انت وريته القيد. او ممكن في وقت تاني يقول لك مثلا خلاص انت لازم تدفع 7 يورو وتعالى خلال اسبوع تورينا في المكتب بتاعنا مثلا في ايا كانت المدينه، تورينا الكارت بتاعك وخلاص، بدل ما تدفع ال60 كلها. دي حاجه انا ما كنتش اعرفها يعني. غير كده ما ينفع، ما احاول برضو يعني لو دفعت 60 في مره ما تفضلش تعملها كتير، لان هي ممكن تغرمك اكتر مع الوقت او تتحبس. ما اعرفش، ما جربتش الصراحه، انا عمري ما اتمسكت عليا الحمد لله. لما بركب من غير تذكره بتبقى بتمشي يعني. طيب في ايه بقى اخر حاجه عايز اقولها لك قبل ما اخلص الفيديو ده؟ خلي بالك من حاجتك. مش معنى ان انت في المانيا والتطور والتقدم وكل الكلام ده ان انت حاجتك امان. لازم حاجتك تبقى دايما قدام عينيك، حاجتك دايما تبقى معاك، ما تسيبش حاجتك وتمشي. هتلاقي شحاتين، هتشوف اشكال عمرك ما شفتها، واشكال ما يعلم بها الا ربنا بجد. فحاجتك دايما تبقى معاك، وفلوسك في جيبك، محطوطتك في جيبك، محفظتك في شنطتك، سندوتشاتك. اي حد يجي كده انا بوظت الافيه، بس المهم يعني قصدي ان هو خلي بالك من حاجتك. وفي محطات قطر بتبقى مشهوره اكتر زي مثلا بتاعه فرانكفورت، اكتر واحده مشهوره في المانيا، ان هي فيها مخدرات وحشيش وخمره وتسول وقله ادب وقله قيمه يعني. ففي الاماكن اللي زي دي لازم برضو تخلي بالك، لان محطه القطر اكتر حته بتبقى في المدينه عموما بشكل عام كده يعني مش امان. تمام. ان حاجه ممكن تتسرق، حد ممكن يقلبك يسبق كده، مش حدش هيثبتك، محدش هيعمل لك حاجه يعني، محدش هيأذيك، لان برضو بيبقى في بوليس في المحطات. بس ممكن حد يسرق حاجه، او هتلاقي شحاتين كتير مثلا، او زي ما بقول لك المخدرات او الحاجات دي بيبقوا قاعدين دايما عند محطه القطر في المدن الكبيره بالذات. فخلي بالك من حاجتك لما تيجي، ما تسيبش حاجتك وتمشي. ما تخليش مثلا حد يجي يقول لك اهو في تذكره اشتريها مني بتاع مش عارف ايه، ما تخليش حد يضغط عليك، ومحدش هيقدر يمد ايده عليك مثلا او يعمل لك حاجه يعني. هم شحاتين وغلسين برضو في اوقات معينه، ولكن محدش بيعمل لك، محدش هيمد ايده، لان عارفين برضو ان في بوليس وقانون وكلام من ده. تمام. لما تيجي تنقل برضو اخر حاجه برضو عشان اكد عليها، لما تيجي بتنقل خلاص انت مستعجل فاضل 5 دقايق، برضو حاول ان انت واحده واحده تنزل السلالم، تشوف انا رايح على انهي رصيف. قبل ما تنزل من قطرك بص انت الرصيف اللي انت رايحه فين. انا رايح على رصيف 6. طيب انا هنزل، نزلت النفق دلوقتي من السلالم، عايز ابص يميني ولا شمالي انهي رصيف، وتروح وتبص. وقبل ما تركب القطر، لان فلنقل مثلا انا في ده 8 يعني مثلا الناحيه الثانيه اهو الرصيف، عندك رصيف الناحيه اليمين والناحيه الشمال. افرض طلعت لقيت قطر واقف، قمت راكب على طول.
من غير ما ابص في البتاع. ممكن يبقى فيه انت كان المفروض تركب من الناحيه التانية، فلا انت هتطلع هتبص القطر ده رقمه كام، عشان برضو زي ما قلت انت ممكن تركب في واحد ويبقى رايح الاتجاه التاني او رايح مدينه انت ما تعرفهاش وتتاخر زياده قوي عن اللزوم، لو بس وقفت بصيت قدامك القطر ده رقمه كام وراح انهي اتجاه وايه اسمه. تمام. فبس دي النقله من قطر لقطر. الباصات والترامات والحاجات دي بيبقى فيها لعب اكتر، او مثلا من باص بقى القطر او الازاتس فاكيا والكلام من ده، فانا هعمله في فيديو تاني، يعني الفيديو ده لوحده طول بما فيه كفايه. فانا هعمل بقى في فيديو تاني بقى اتكلم بقى على الباصات ان شاء الله، لما انقل من باص لباص، او لما انقل من باص لقطر او مترو او كده، او هحاول اظبط ان هو مثلا لو الموضوع طول يبقى من باص لباص بس من الاول، نبتدي نتكلم على الباصات وازاي اقرا الجداول بتاعتهم، وبعد كده ممكن في فيديو تالت بقى ايه الميكس بقى الثلاثه مع بعضيهم كده مشكل. لو استفدت ارجوك ما تنساش تدعي لي. لو في اسئله لسه في حاجه انا مثلا نسيتها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، او حد يكتب لي في الكومنتات مثلا ايه ممكن اشرحه احسن او ايه ما فهمتوش، او لو في سؤال مثلا لسه في بالك. وايه تاني؟ وبس يعني الدعاء بالنسبه لي هي اهم حاجه. شكرا جزيلا، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.